وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده موعدنا مع الدرس التاني والمحاضرة التانية، وهي بعنوان summarization. يعني بكل بساطة بيكون عندي عبارة وانا عايز اعمل لها تلخيص. التلخيص بيعتمد على ايه؟ ان انا بحذف او بشيل الافكار اللي مش اساسية واحتفظ بالافكار الاساسية وببنية التكست او الجملة اللي قدامي. طيب، عندنا كام تكنيك او كام استراتيجية للكلام دوت؟ عندنا حوالي 3. النوعية اللي هو اسمه اكستراكتيف او استخلاصي، ده عامل زي قلم التظليل بتاعنا اللي احنا بنمسكه ونتعلم على المحاضرات على معلومات معينة احنا شايفينها مهمة. بيختار اهم الجمل من النص اللي انت مديهوله الاصلي. طيب، النوع التاني اللي هو ابستراكتيف، ده عامل زي خبير إعادة الصياغة. يعني ده واحد فاهم في إعادة الصياغة، بيعمل ايه؟ بيفهم النص اللي قدامه ده وبعد كده يشرح بكلمات أبسط. تمام. طيب، الهجين اللي هو يبقى عامل مزيج ذكي. ليه؟ ده بيختار الجمل الرئيسية وبعد كده يعيد صياغتها عشان يحسن طريقة كتابتها أو كده. طيب، تمام. ليه بقى إنه التلخيص عامة أو السمرايزيشن مهم؟ أول حاجة بيوفر الوقت، لك بستخلص بسرعة الرؤية الأساسية من أوراق بحث. يعني عندي أوراق بحث طويلة قد كده، بشوف منها رؤية أساسية أو رؤية محورية شوية، الحاجات من غير ما أتطرق لكل المعلومات وبدون ما أفقد بعض المعلومات المهمة. طيب، بيحسن لي الفهم، بحول المفاهيم العلمية العقلية المعقدة لمعرفة واضحة وسهلة الهضم. يعني المفاهيم الصعبة اللي مش قادر أفهمها بقدر أفهمها، أكون يعني إيه، فاهم الكلام اللي بيتقال. مهارة أساسية طبعا، لأن أي عالم لازم يكون عنده مهارة التلخيص عشان وسط المعلومات الهائلة اللي موجودة حاليا. طيب، نبدأ مع أول حاجة، هو التلخيص الاستخلاصي. بيسموها طريقة النسخ واللصق، ولكن أو الكوبي والبيست بس بطريقة ذكية. يقول لك هنا بيحدد في الطريقة دي أهم الجمل اللي تحصل على الفكرة الرئيسية، والطريقة دي دقيقة عشان بتحافظ على الكلمات الأصلية. يعني دقيقة عشان بنحافظ على الكلمات الأصلية بتاعت المؤلف أو بتاعت النص الأصلي، ومثالية للنصوص اللي قبل البيانات والحقائق. طيب، وأفضل أو بتبقى أفضل لمين؟ لأوراق البحث ذات المحتوى المليان كثيف والتجارب ونتائج التجارب والمواصفات الفنية. طيب، تعالوا بينا كده ناخد مثلا مثال. يقول لك من عالم الأحياء عندنا فوتوسينثيسيس دي ريسيرش، يعني أبحاث البناء الضوئي. التكست الأصلي بيقول لك تحول نباتات الطاقة اللي مش عارف ايه الطاقة مش عارف ايه في عملية ايه. تقول لك بتحصل في البلاستيدات الخضراء ومش عارف ايه والتي تحتوي على صبغة الكلوروفيل التي أظهرت معدل النمو بشكل منخفض تحت أشعة أو ضوء الأخضر مقارنة باللون الأزرق والأحمر. حلو، حلو جدا. والنتائج أو الاكتشافات كانت لها أثر على تحسين نمو النبات أو في البيئات الزراعية المتحكم بها. أنا لما أجي أعمل بارافريزنج للكلام دوت أعمله إزاي؟ أقول لك أنا تعمله إزاي. إحنا عايزين نقول من المقال الطويل العريض الكبير أوي ده المعلومات المهمة. طبعا أول حاجة إن النبات إيه؟ بيحول الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية في عملية تسمى بناء ضوئي. طيب، ايه تاني المهم؟ ان بيقول لك كل التجارب اظهرت ان معدل البناء بينخفض في الضوء الاخضر مقارنة بالازرق والاحمر. بس فده اللي عندي ايه هنا، ده السمرايزيشن بتاعي. طيب، تعال نشوف
قانون تاني، قصدي مثال تاني، قانون عشان كلمة لو اللي قدامكم دي بس، ادي الاختلاف. طيب مثال عمك نيوتن يقول لك هنا an object and rest will remain at rest. كل جسم ساكن هيبقى ساكنا، كل جسم أو شيء متحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة تغير منه أو قوة خارجية. حلو. ده قانون بتاع قانون نيوتن الأول اللي بيسمى القصور الذاتي. ده بالمثال لو انت جبت كورس هوكي ونازل على الجليد، في النهاية الراجل ده هيقف بسبب قوة الاحتكاك، مش ان هو عايز يقف. يعني مثلا انا سبت كورس هوكي من على جبل، في الاخر هيقف ليه؟ في قوة احتكاك بتمنعه، لكن لو مفيش قوة بتأثر عليه كان هو كمل عادي ما وقفش. طيب ازاي اعمل سمرايزيشن بطريقة الايه الاكستراكتيف؟ اعملها ازاي؟ احنا طبعا بنقول اي اوبجكت، الحاجة اللي هنعملها اي اوبجكت اتريست هيضل في الريست، واللي بيتحرك هيفضل بيتحرك ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. وده بيسمى قانون مين؟ نيوتن الاول، اللي هو بيسمى القصور الذاتي. حلو. حلو. بس ده الملخص بتاع الموضوع، عشان هو تحت ده مثال فعلا ملوش لازمة. المثال ده هو ده السمرايزيشن بتاعنا. طيب نخش على النوع التاني الا وهو الابستراكتيف سمرايزيشن، اللي هو التلخيص التجريدي. طريقته دي بنعمل فيها ايه؟ بنشرح باسلوبك. يقول لك explain in your own words، يعني انت بتفهم النص بيقول ايه وبتشرحه بكلمات من عندك انت. طيب بيقول لك طبعا هنا بيبسط الافكار، بانه يحول المصطلحات للغة يسهل الوصول اليها الناس تفهمها يعني. وينشئ ملخصات متماسكة قبل القراءة. حلو. حلو. تعالى ناخد مثال ونشوف ازاي بنقرأ المثال. المفروض ايه؟ بسبب بعد ما بنفهمه بنعمله بكلمات من عندنا احنا. طبعا ده في الكيمياء تفاعل التعادل. يقول لك هنا reaction between hydrochloric acid HCl and sodium hydroxide result react بينتج تفاعل تعادل. حلو. وينتج برودكت صوديوم كلورايد، كلوريد الصوديوم ومية. الحرارة بتاعت المحلول بتزيد بمعدل 7 درجات. هل مما يشير إلى إن التفاعل ده بيطرد حرارة، يعني بيطلع حرارة. طيب abstractive summary ايه هي؟ احنا فهمنا احنا لما بنحط حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد صوديوم بيدينا ايه؟ NaCl وملح الماء وميه. يقول لك هنا ميكسينج، في لما نفهم احنا فهمنا نكتب بطريقتنا. يقول لك ميكسينج سترونج اسيد اند سترونج بيزك كرييت ايه سولت ووتر اند لايز هيت، بيكون ملح وماء او ماء بملح يعني، وبيطلق حرارة. حلو. حلو جدا. طيب تعال نشوف مثال في البيئة. الانفيرومنتال ساينس. لك لونج تيرم دراسات أظهرت اللي هي كانت طويلة المدى إن بقعة القمامة العظمى في المحيط هي زيادة تراكمات في البلاستيك الدقيق. لما لك أظهرت الدراسات طويلة المدى لبقعة القمامة العظمى في المحيط الهادي زيادة تراكمات في تركيز مين؟ في تركيز البلاستيك الدقيق. طيب قطع البلاستيك الصغيرة اللي عندما واللي بترتبط بانخفاض في صحة مجموعات العوالق الحيوانية، وهي مكون أساسي في الشبكة الغذائية البحرية. طيب نعمل ملخص تجريدي ازاي؟
نقول البلاستيك الصغير او قطع البلاستيك الصغير بتبني في المحيط او لما بتراكم في المحيط وبتبدأ في إيذاء الحيوانات الصغيرة التي تأكلها العديد من الأسماك، يعني بتأثر على السمك في الآخر، يعني من الآخر. طيب الهايبرد سمرايزيشن، وده اللي هو التلخيص الهجين، اللي هو الطريقة أفضل ما في أفضل الطرق. ليه؟ عشان ده بيعمل إيه؟ يقول لك العملية دي تتكون من خطوتين فيها دقة وفيها إيه؟ مثالية كمان. يعني أنا بعمل الأول اكستراكتيف أو بعمل هايلايت على الجمل المهمة، والجمل دي بقوم عامل فيها إعادة صياغة، يعني بستخدم تقريبا طريقتين اللي قبلها. تمام، بستخلص الجمل وبعد صياغة الجمل دي تاني. ماشي. التشابك الكامل، يقول لك الخطوة الأولى أنا بقول لك يعد النظام جملا رئيسيا حول التشابك، يعني بجيب جمل حوالين التشابك وبعد كده بعد صياغة الجمل دي، والنتيجة بيطلع لي جملة بأفضل شكل وأفضل تلخيص. طيب، نصائح لبعض الطلاب وانت ماشي في التلخيصات او في السمرايزيشن عامة. لك اعرف هدفك، انت بتذاكر للامتحان فتستخدم الاكستراكتيف الجمل المهمة، ولا بتشرح لزميل في الفصل؟ يبقى انت تستخدم الابستراكت. يعني لو انا بذاكر للامتحان الخص الجمل اللي قدامي المهمة. طب لو بشرح لصديق ليا هفهم اللي قدامه بعد كده افهمهم له بطريقة او بكلمات بسيطة من عندي. تمام. تاني حاجة بختار الاداة. طبعا لو انت عايز سمري او ملخصات سهلة وسلسة، عم جينزم. طيب، واقعية وسريعة. طيب لو عايز بقى ملخص سلسة وسهلة للقراءة، استخدم عمك شات جي بي تي وبيشرح المفاهيم في سيمبل ترمز في أجزاء صغيرة. تالت حاجة تمرن ايدك، يعني لازم تتمرن على حوار السمرايزيشن قبل ما تستخدم الأداة. جرب انت بنفسك تقرأ الباراجراف وتعيد كتابته او تكتب جملة منه اللي هي بتمثل الفكرة الرئيسية. طيب، تعالوا شوف طريقة تي اف او الاي دي اف، تسليط الضوء على الكلمات المفتاحية. يعني ايه؟ يقول لك تكرار التي اف دي ترم فريكوانسي، يعني بكرر الترم كم مرة الكلمة ظهرت في المستند بتاعي أو في النص بتاعي. يعني مثلا في حاجة زي البناء الضوئي ولا البناء الضوئي تظهر كلمة كلوروفيل ظهرت أكتر من مرة. أو ال IDF ال Inverse Document Frequency، مدى ندرة الكلمة دي عبر العديد من المستندات. يعني بشوف ايه مدى ان الكلمة دي تكون نادرة في المستند بتاعي. بشوف يعني بطريقة مجملها، شوف الكلمة اللي بتتكرر ونادرة في وجودها. حلو. حلو، يعني وجودها فريد ونادر. تعالى نشوف مثال. يقول لك عن نشاط الإنزيم. يقول لك الإنزيم محفزات بيولوجية أو الإنزيمات، يعني تسرع التفاعل. طبعا عارفين إن الإنزيم بيسرع من عملية التفاعل. أدي أول جملة. We studies the enzyme catalyzed which breaks down hydrogen peroxide. درسنا ان انزيم الكاتالايز اللي بيحلل بروكسيد الهيدروجين. كل النتائج بتوضح ان التفاعل او مدى معدل التفاعل بيبلغ ذروته او بيكون كويس جدا عند درجة 37. في الدرجات العالية الانزيم بيتحول وبينخفض معدله بشكل حاد، ما بيشتغلش كويس، قمش بمهمته ابن اللذين. طيب، الكلمة اللي سكروند اللي اتكررت كتير، كلمة مثلا ذا واند وانزيم رياكشن وريت، الكلمات دي اللي اتكررت. طب عايزين نعمل منها سمرايزيشن بقى، الكلمات النادرة بقى. لكن الدراسات احنا درسنا ان الانزيم كاتاليسكي اللي بيحصل له بريك داون ال
معدله بيوصل عند درجة معينة 37 درجات الحرارة العالية، الإنزيم ده بيقل نشاطه معدل أو بشكل حاد جدا. يعني ما بيعملش، ما بيزود في درجة الحرارة العالية نشاطه بيقل. takes rank طريقة ترجمة حرفية مش عارف، مسابقة شعبية. الجملة عندي بتبقى كأنها شبكة اجتماعية. طيب بعملها ازاي؟ أول حاجة ببني الشبكة. كل جملة تكون عندي بتمثل نود، بتمثل عقدة، وبعد كده بنشئ ملخص أو برسم الأول الاتصالات جمل متشابهة مع بعض، وبعد كده بنشئ ملخص جمل أعلى تصنيفا تشكل الملخص. حلو جدا. طيب بعد كده رانك سيستم، برتب الجمل، ودي أكتر خوارزمية مركزية. إيه الكلام المجعلص ده يا عم؟ سيبك من الكلام وتعالى نشوف دي بتعمل ايه او الطريقة دي نستخدمها ازاي. عندك نص هنا بيقول لك التشابك الكمي ظاهرة قوية لما تو بارتيكل يكونوا لينكد ببعض او متصلين ببعض. بيقول لك يبدو ان اي شيء يحدث لجسم واحد يؤثر على الاخر على الفوق بغض النظر عن المسافة. لما يكون في جسمين مرتبطين ببعض بيقول لك لما يحصل لجسم واحد هيأثر على التاني. ألبرت أينشتاين كان مشهور أو أطلق هذا الاسم الفعل الحبشي عن بعد. هذا السلوك هو جزء أساسي من الكوانتم ماجنتيزم and is not yet fully understand. جزء أساسي من ميكانيكا الكم ولم يفهم بالكامل بعد، يعني لسه ما وصلناش لفهم ليه. حلو، حلو جدا. طيب لما اجي اعمل تكست رانك سمرايزيشن، كوانتم entanglement is a strange where two particles become linked. Whatever happens to one particle seems to كذا. طيب ده معنى ايه؟ معنى الآتي: أنا إن التشابك الكمي بيقول لك ظاهرة غريبة تحصل ما بين جسمين لما يلمسوا بعض، وبيحصل شيء للجسم الأولاني بيأثر على الآخر وبغض النظر عن المسافة بتاعته. يعني ده الجملتين لهم علاقة ببعض أو هما اللي ماسكين، يعني مركزين المقال متمركز حولهم. حلو حلو. امتى اشتغل بدي الطريقة دي، وامتى اشتغل بدي، وامتى اشتغل بدي؟ استخدم الاكستراكتيف اللي هي الاستخلاصي لما اكون احتاج معلومة واقعية دقيقة، او بكون بعمل بحث في معلومات كتيرة او بيانات كتير. لما اكون عندي الدقة اهم من القراءة، اما اكون عايز احافظ على المصطلحات بتاعتي عشان ده بيجيب من الاصل للنص. طب الابستراكتيف امتى؟ لك لما تشرح لحد مفاهيم، لما تعمل ملاحظات على المذاكرة بتاعتك، لما تكون بتبسط مفاهيم نظريات معقدة، لما تكون القراءة هي الأولوية، يعني إن أنا أعرف أقرأ وأعرف أفهم اللي أنا بقرأه ده هي الأولوية. طب بستخدم الراجل ده إمتى؟ يقولك بستخدمه إمتى؟ لما تكون تلخص مستندات طويلة، يعني مستند كبير وأنت عايز تلخصه، استخدم طريقة الهجين دي هايبرد. لما احتاج لدقة انسيابية مع بعض، لما أعمل على فصول، لما اشتغل على فصول كتير، لما انشئ نظرات شاملة، يعني اوفر فيو عن حاجة معينة، استخدم هايبرد. طيب التولز بتاعتي اللي انا ممكن استخدمها، في تولز طبعا، مش هنسيبك كده يا كابتن، خافش يعني. اول حاجة جنزم، ده بقول لك جيد للاكستراكتيف سمرايزيشن، بيستخدم طريقة التي اف اي دي اف والتكست رانك خوارزمية دي ودي، وبيكون اوبر سورس ومبني على بايثون. شات جي بي تي حبيب الملايين بيقول لك بيكون
قوي للتلخيص الابستراكتيف اللي هو التجريدي، وتطلب منه يشرح المفهوم العلمي بعبارات بسيطة ونتائجه بتكون كويسة. هايبرز تول أوادي اللاهجين، في منصات ناشئة بقى بتجمع ما بين اللاهجين عشان تلخص حلول شاملة. طيب ازاي انا ابني مهاراتي في التلخيص؟ اعمل ايه؟ لك ابدأ بالتمرين اليدوي، يعني اقرأ فقرة واكتب جملة تلخيص ليها، ودي الجملة دي تكون مبنية على فهم أساسي قبل ما استخدم الأدوات الآلية. تاني حاجة، بعرف هدفي، لازم دايما بحدد انت بتلخص للمذاكرة ولا للشرح ولا للبحث قبل ما تستخدم الطريقة. بجرب التولز، بحاول استخدم اكتر من اسلوب ونوانس تكس على نفس النص عشان افهم كيفية ان كل ميثود معايا، كل طريقة بتأثر على جودة الناتج بتاعتي. الاتريت اند الامبروف، بكرر واحسن في المهارة دي بحيث ان انا اجمع ما بين التحرير اليدوي، الالات لانشاء ملخصات، يعني الخص لنفسي واستخدم الالات بحيث ان يكون عندي حاجة دقيقة وقابلة للقراءة. اخر حاجة، اتقن فن التلخيص. ليه؟ عشان بقول لك مش مجرد تقدير انا مش بتلخيص ان انا اثر نص وبس، انا بفهم الافكار العلمية وبعرضها بطرق كويسة، سواء بقى بتظليل جمل رئيسية، عيد صياغتها، اجمع بين الاتنين. لازم ابني مهارة التلخيص عننا بأي بقى طريقة من الطرق اللي احنا خدناها. ليه؟ عشان انا بوفر وقتي من حيث ان انا بعالج البحث بتاعي، لو عندي بحث بطريقة اسرع ما يكون ملخص بدل ما يكون صفح طويلة، بحسن الفهم، بوضح عندي المفاهيم المعقدة. اخر حاجة، المهارة دي بتكون اساسية حاسمة وكويسة ونافعة جدا للنجاح العلمي. شكرا لكم يا شباب. المحاضرة دي مكانش فيها يعني أمثلة جوه المحاضرة، بس بإذن الله نحاول ننزل حل عليها، للدكتورة كانت منزلها، نحل مع بعض بإذن الله. نشوفكم في فيديو جديد واللقاء. السلام عليكم.